ايه رايكم النهارده نعمل السابليه بدون اي بيض؟ سابليه سهل وبسيط جدا، اقتصادي، بثلاث مكونات بس، بتشكيل او بتزيين سهل جدا واقتصادي، وفي نفس الوقت على قد ايديكي وهيشرفك قدام ضيوفك. بدون اي بيض، بثلاث مكونات بس، هتعملي احلى سابليه في البيت. طريقه فرنسيه حلوه جدا، طعم العجينه او طعم البسكوته حلو جدا، وهقولك على تشكيله بكل سهوله. عايزه اقولك ان هو طعمه حلو جدا. يلا كده نقول بسم الله ونبتدي الوصفه على طول. السابليه بتاعنا النهارده بدون اي بيض. عندي 750 جرام من الزبده، تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني تكون برهميه كده او تبقى طريه كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بحط عليهم 400 جرام من السكر البودر، ويستحسن تطحني السكر عندك في البيت، عشان اي سكر بودر بيبقى من بره بيبقى مخلوط عليه حاجات كتير جدا، فاعمليه في البيت هيديكي نتيجه حلوه جدا. هضربهم بالمضرب الكهربائي. هنا البوله عندي كانت صغيره، نقلتهم في بوله اكبر. ابتديت ان انا احط عليهم اصنص الحليب، ده بيديها طعم حلو جدا وتست حلو قوي. ممكن تستغني عن الخطوه دي، مفيش اي مشكله. بعد كده ببتدي ان انا بعد ما بضرب الزبده والسكر كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد ما لونهم يبقى فاتح ويضاعف حجمهم، بنزل بالدقيق وافضل اضرب لحد لما يختفي الدقيق تماما، وتبقى العجينه عندي طريه جدا زي ما انتم شايفين كده. شايفين طراوه العجينه، وفي نفس الوقت بقدر ان انا اشكلها. ممكن تريحيها شويه وممكن تشتغلي فيها على طول، انا هشتغل فيها على طول. بحط كده قطعه من العجينه ما بين كده ورق زبده، ورقتين من الزبده، وابتدي ان انا افردهم بالمردانه بالشكل ده، بسمك يكون متوسط، بحيث ان انت تقدري ترفعي البسكوته من ورق الزبده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين ده سمك السابليه او قطعه البسكوت بتاعتنا، بكل سهوله بتخرج من ورق الزبده. وابتدي ان انا اشكلها باي شكل انت حباه، وابتدي ان انا احطهم في صاج، ارصهم في صاج بدون اي ورق زبده ولا اي ماده دهنيه. برص الكميه كلها. ممكن قلتلك زي ما ممكن تعمليها على شكل قلب، ممكن تعمليها على شكل مدور، على حسب ما انت حابه الشكل بتاع السابليه بتاعك او البسكوته بتاعتك بتبقى عامله ازاي. بشكلها وبدخلها الفرن، وارصها الاول في صينيه وادخلها الفرن، يكون مسخن من قبل ما ابتدي اوفرد السابليه بتاعي، بدخله الفرن درجه حراره 180. بيقعد تقريبا معايا من 10 ل 12 دقيقه. اول ما بياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت ببتدي ان انا اخرجه. رصهم عندي في الصينيه، وممكن تخرميها كده خرام، بحيث ان انتي تعملي اشكال على حسب ما انتي حابه، الاشكال اللي انتي حباها، وترصيها في الصاج وبتدخليها الفرن. ممكن تشيليها كده بالاسباتيول او بالاله دي، بحيث ان هي تبقى سهله عليكي، بتسهلك خالص. بتشتغل عندي بكل سهوله، والعجينه سهله جدا وبسيطه، وفي نفس الوقت بتخرج معايا وبتتشكل معايا بكل سهوله. بخلص كل الكميه وبشكلهم كلهم وبخبزه في الفرن، وبيطلع معايا لونه ذهبي زي ما انتم شايفين بنفس الشكل، لان هو ما بينفش عندي في الفرن زي ما انتم شايفين كده. بخلص كل الكميه. وممكن بقوالب السيليكون بتاعه الايس كريم ممكن تشكلي بيها، بتديكي اشكال حلوه جدا برضو، وبتديك على شكل برضو السيجار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن باي شكل عندك من السيليكون، من اشكال السيليكون بتاعتنا، بتاعت الايس كريم، بتاعت جيلي كولا، ممكن تعملي بيها اشكال للسبليح حلو. كل الكميه بتاعتي من كيلو واحد من الدقيق، بجد خطيره. بتحطيها عندك في علبه محكمه الغلق بدون اي تشكيل. ويستحسن لما تيجي تشكليها، لو هتقعد معاكي فتره تشكليها بالشوكولاته، تقعد عندك فتره، تشكليها بالشوكولاته او بديل النوتيلا. لكن لو هتحشيها بالمربى تاكليها على طول، لان المربى بتبوظ السابليه بتاعي اما بحشيه وبسيبه فتره. بحضر بقى صوصات عندي، زودت كده شوكولاته بيضه وشوكولاته دارك وشوكولاته حليب، وكمان صوص البيستاشيو اللي انا عملته معاكم قبل كده، اللي هو الصوص الاقتصادي، حلو جدا تشكلي بيه. ممكن زي ما قلت لك تحشيه نوتيلا، بديل النوتيلا، ممكن تحشيه بنفس الشوكولاته اللي انت هتغلفي بيها السابليه من بره. شايفين الاشكال خطيره وطعمها حلو جدا. الشكل اللي انا عملته فيه قوالب الايس كريم كانت حلوه جدا، وادتني شكل حلو قوي، يعني كان طعمها حلو قوي. وكمان البسكوته طعمها حلو جدا. جربوها هتعجبكم جدا. يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.